رسالة للمقاطعين الشرفاء، رسالة لكل واحد لسه مقاطع لحد دلوقتي وصابر، رسالة لكل مستغني عن منتجات اليهود والامريكان. لا شك انك بتتألم بمقاطعتك وهتموت وتشرب بيبسي او تجيب اي منتج انت كنت متعود عليه قبل ما تكتشف انك متغفل، وده شيء عادي جدا ومتوقع. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. خليك متأكد ان ألمك ده عليه اجر، اما ألم الخنازير عليهم هم وزر. ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. استمر، خليك فاكر اخواتك المحاصرين، خليك فاكر انهم اتحرموا غصب عنهم من حاجات انت قطعتها بارادتك، خليك فاكر ان ابائك واجدادك عاشوا سنين كتير جدا من غير المنتجات اللي انت بتحسب انك مش هتقدر تعيش من غيرها دلوقتي، خليك فاكر عدوك اللي بيقتلك بايد وبيبيع لك بايده التانية، خليك فاكر يوم طويل هيتحاسب فيه كلنا ومقاطعتنا ان شاء الله هتكون في ميزان حسناتنا، خليك فاكر ان حرمانك من حاجات بسيطة في الدنيا ممكن يديك جنة مفيش فيها حرمان ابدا في الاخرة، خليك فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى ناظر اليك مراقب اعمالك يفرح بطاعتك ويؤيد خطواتك، خليك فاكر ان الله يحب الصابرين ويحب المجاهدين ويحب المتقين، ولا تيأسوا، ألا إن نصر الله قريب.